السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا مش هقدر أوصف لك كل حاجة في دقيقة، بس هقول لك اسمع للآخر وشوف واحكم بنفسك. بس وحط لايك واشتراك واسمع الآخر، يلا بينا. يعني زمان يا جدعان لما كان ما كان يقول لك الصحابي الفلاني عمل والصحابي الفلاني سوى. احنا كنا بنفكر في الموضوع ازاي؟ احنا ما كناش بنفكر في الموضوع اصلا. مش يا باشا الصحابي الفلاني عمل، طيب رضي الله عنه، يعني جزاه الله خير. ما هو الكلام مش موجه ليا. يعني الصحابي الفلاني عمل، ده الكلام ده كلام خطب، يعني ده كلام ده في زمن ماضي، ده زمن ولا ايه؟ الصحابي عمل انا عمل. عمر حد فينا سمع ان صحابي عمل حاجه عظيمه فقعد يفكر بقى يا انا تعالى نتعظ ونتعلم وابدا. انا ما شفتهاش. يعني لو انت شفتها انا ما شفتهاش. لا شفتها ولا انا عملتها، ولا مثلا شفت صحابي. يعني انا اصحابي بيصلوا الجمعه وان شاء الله خير، هنصلي الجمعه وان شاء الله الدنيا هتمشي بس. انما ان اشوف صحابي بقى لا، الكلام ده مش لينا. اللي جد بقى في الموضوع ده الجديد بقى، ده الجديد منه، ان النهارده 5 ساعات سواقه من هنا في صحابه عادي. في ناس بقى لها 40 يوم بتحارب 3 بلاد وما بتخسرش. صحابه يعني اللي معاه ربنا يمشي على الميه. فلو الحكايه كده، يعني لو في بقى ان اللي معاه ربنا يمشي على الميه، خدوني امشي معاكم، انا عايز امشي على الميه. هو مين فينا مش عايز يمشي على الميه؟ ما ده اللي انا جاي اقوله لك بقى. هو انت ما فيش حاجه في حياتك تخليك عايز تمشي على الميه؟ يعني ما هو اللي معاه ربنا بيمشي على الميه، اللي معاه ربنا الكون كله بيتسخر يحل له حكايته. اللي معاه ربنا معاه قوه خارقه عادي، ممكن يولع في مركبه بولاعه 5 جنيه. هي لو ماشيه كده خدونا معاكم. ما انا اكيد في حاجات في حياتي عايز احلها. يعني اكيد عايز امشي على الميه. يعني اكيد انت مش مبسوط بحياتك 100%. اكيد انت محتاج، يعني لو في الدنيا اوبشن القوه الخارقه، طب ما تجيب منه، هات القوه الخارقه. فالناس قدامنا اهو. الناس ده، تعالوا نشوف بقى الناس دي بتعمل ايه. فرقم واحد، بص في ورقتك. ده وجهة نظري انا، ممكن وجهة نظري تبقى غلط، ممكن اقول لك كلام مش كامل، ممكن انسى حاجة، بس انا وجهة نظري رقم واحد، بص في ورقتك، استعين بالله واستغنى عن اي حاجة. ده اللي الناس دي عملته. الناس دي اتحصلت 15 سنة، ما عادوش يقولوا اصل اقتصاد البلد، هو لا في اقتصاد ولا في بلد. ما عادوش يقولوا اصل ظروف العالم كله ضدهم. مع مثلا اصل لا القياده السياسيه او ابو مازن اصلا راح يشتغل في الشاورما وشاف مستقبله وساب القصه دي خلاص، مش شغاله الحكايه دي. ومع ذلك الناس في 15 سنه حصار قاعدين في السجن انتقلوا من الطوبه للصاروخ. فانت ايه ظروفك؟ ايه مشكلتك؟ يعني انت ايه مشكلتك؟ قصتك اصعب من ده في ايه؟ لا يا انت يا باشا، انت مش مستعد تقعد تضحي وتضحى ب 15 سنه. دي الحقيقه، انت مش مستعد لده، ولا انا مستعد لده، ولا احنا مستعدين لده الا من رحم ربي يعني. فما تقوليش الظروف، يعني بعد اللي احنا بنشوفه ده ما تجيش تكلمني في الظروف. لا، انت تستعين بالله وتعمل اللي عليك وتحرق نفسك كل يوم ليل نهار لحد ما تعمل اللي انت عايزه. ده المفروض. انا الكلام ده بقوله لنفسي قبل ما اقوله لك يعني. بس هو انت لو جيت تكلمني بقى، يعني في يعني الناس اهم قدامك اهو، فين الظروف وفين البلد وفين الاقتصاد وفين؟ وما فيش حاجه. 15 سنه قاعدين في السجن وتلاقيهم قاعدوا يجربوا في نفسهم وفي جتاتهم عشان يوصلوا. يعني الصواريخ اللي انت بتشوفها دي اكيد فرقعت فيهم هم بيجربوها، وناس ماتت، وناس هم بيحفروا الانفاق اللي هم دلوقتي بيستخبوا فيها دي عشان يعرفوا يحاربوا اكيد ماتوا هم بيحفروها وهيلت عليهم، وناس ماتت تحت. اكيد كل ده حصل، اكيد كل ده حصل تضحيات. في ظروف سيئه، في تضحيات هتحل بالتضحيات وهتحل بالشغل. بس انت عشان تبقى باصص في ورقتك ومستغني عن العالم ومستغني عن الدنيا كلها والدنيا تمشي معاك، انت عايز العلاقه. يعني ايه عايز العلاقه؟ عايز العلاقه يعني انت يا باشا عشان القنبله الغلبانه اللي في ايدك دي تشيع المركبه، انت عايز العلاقه. انت عايز يبقى في علاقه. انت عايز تبقى يا باشا مربط الدنيا فوق. انت عشان تروح تقرب من المركبه كده وتحط اللغم عليها وتاخد بعضك وتمشي يا باشا، انت اللدى اللي عندكم في البيت فيها سنسور باركينج. انت فاكر ان المركبه دي عادي كده؟ المركبه دي المفروض تحرقك قبل ما تفكر تقرب منها. فالراجل اللي بيروح يتمشى لحد المركبه ويعلق البتاع فيها وياخد بعضه ويمشي ومصورها لك لايف يا باشا، ده احمد الاسواني اللي بينزل يصور في سوق السيارات ما يعرفش يقرب بالعربيات هناك كده، صاحب العربيه يهشه. معجزات دي معجزات. ما هو اللي انا بكلمك فيه، ما هو انا بقى ده اللي خوتني ان دي الناس دي بتمشي على الميه حرفيا. معجزات بالعلاقه. ما هو عشان هو اجتهد وعمل اللي عليه وتحدى الظروف وكل الكلام ده، بس عشان يوصل ان هو اللغم اللي هو عمله ده يتمشى لحد المركبه ويحطه على الدبابه ويمشي ويصوره لك لايف ويروح. دي العلاقه. انا كان عندي 2 صحابي في الجامعه. الاثنين دول واحنا داخلين الامتحان، في واحد منهم كده لما يقول لي انا ما لحقتش اذاكر الحته دي مش جايه في الامتحان، انا عارف انها مش جايه في الامتحان. انا عارفه.
الراجل ده الراجل مصلي الفجر وهو جاي، وراجل بيقول اذكاره، راجل طول الوقت يقول لنا يا جدعان ما نسيبش فرضنا، راجل طول عمره محترم، راجل ملوش في الغلط، راجل ماشي صح. الراجل ده كان يعمل اللي عليه ويقعد يذاكر طول الليل، لما يجي لي الصبح يقول لي انا ما لحقتش اذاكر الحته دي، ما بذاكر دي، مش جاي في الامتحان، ده ربنا مش هيأذيه، ده بيخلص بالعلاقه. هو ده اللي انا بكلمك فيه بقى. وهي واحد تاني صاحبي لو في حته ما ذاكرهاش بتيجي في الامتحان 4 مرات، والامتحان كله بيبقى فيها، يعني هي الحته دي تعالى انت ملحق. هو ده اللي بقول لك عليه، يعني هو ده اللي انا بقول لك عليه باختصار. يعني بضرب لك مثال بقى في حياتك انت ازاي تخلص بالعلاقه. بيقول لك سيدنا عمرو بن العاص في احد الفتوحات او حاجه من كده، يعني كان طلب من سيدنا عمر بن الخطاب يبعت له مدد. قال له انا عايز 4000 واحد. قال له طب انا هبعت لك 4، الواحد منهم ب1000. تمام، يبقى كده وصلت لك يا 4 في 1000 ب 4000، كده وصل لك حقتك، وصلت لك. شوف شغلك بقى بجد والله. وبعت له 4 تنفار، يعني بعت له 4 من الصحابه بعتهم له، قال له الواحد بقى، يعني ايه بقى الواحد ب1000؟ الواحد جنبه 3 اصفار؟ لا، هو الواحد جنبه ربنا. هو ده اللي بيخلص بالعلاقه. هم دول بقى، ما دي الاشكال اللي انت شايفها هناك، اللي ما هو انا ما اعرفش ده حصل ولا لا يعني، بس اسمع ان العساكر اليهود كانوا بيطلعوا يقول لك احنا بنحارب اشباح. وده ايه؟ انت تفتكر ده ايه؟ ما هم دول ال4 صحابه اللي راحوا، الواحد ب1000. انت تخيل ان انت بتحارب ربنا بيحارب معاك. انت تخيل انت واصل لدي، انت واصل للليفل ده، ان انت لما بتحارب ربنا بيحارب معاك، ان انت لما تعوز حاجه ربنا بيساعدك فيها، ان انت لما بتنزل تشتغل ربنا بيحل لك، ان انت لما بيبقى لك مصلحه ربنا بيقضيها لك. هو ده اللي انا بكلمك فيه. الحاجه الثانيه بقى، وانا يعني انا ما بحبش اخش اصلي في الحته دي، الحته دي فيها سن التنميه البشريه كده، وانا التنميه البشريه بجزع منها، بس انا مش عارف اجيبها لك ازاي غير كده، مضطر اجيبها لك كده، استحملني. هو انت مش عارف تبطل السيجاره ليه؟ ايه مشكلتك؟ احكي لي بقى كده عن مشكلتك. ما اصل احنا دلوقتي خلي بالك، اصل احنا الجماعه اللي هناك دول دخلونا في حكايه. انت ايه مشكلتك؟ حضرتك واخد بالك ان في ناس هناك بقى لها 40 يوم من غير اكل وشرب وبنزين وميه وبيحاربوا وعايشين، وانت تقول لي مش عارف استغنى عن النيكوتين؟ ايه يا حاج؟ الدنيا ايه؟ انت تعرف ان في عيل بيقعد 3 ايام تحت الانقاض، لا بياكل ولا بيشرب، وبيطلع عادي بيضحك ومكمل حياته عادي، وانت تقول لي مش، وانت مش عارف تبطل السيجاره 3 ساعات؟ اقول لك على حاجه، انت عايز تعرف انت ايه مشكلتك بامانه؟ انت مشكلتك انك سايب الدركسيون بس، هي دي مشكلتك. انت مشكلتك ان انت نفسك هي اللي سايقه، وانت قاعد بقى عمال بتلعب في التكييف وتوطي الشباك وتلعب في الراديو وبتاع ومستمتع بالرحله، بس مش اكتر من كده. هي دي مشكلتك، انت سايب الطاره، انت حكايه الطاره دي دلوقتي مش شغلاك، هي نفسك سايقه وانت قاعد بتستمتع بالاجواء، هي دي مشكلتك. اي كلام غير كده كلام فاضي، اي كلام غير كده انت بتضحك على نفسك. حضرتك نفسك هي اللي سايقه بس، مفيش اي اسباب تانية. احب اقول لحضرتك عشان بس، ويجي يقول لك بقى ايه، انا هبطل السجاير، بس انا هدخل الاول كورس ايكوس 3 سنين تمهيد، لان لو سبت السيجاره على طول انا انتاجيتي هتقل، الانتاجيه هتنزل. او حضرتك بتنتج ايه؟ احب اقول لحضرتك ان في اطقم انقاذ في غزه بتشتغل 3 ايام من غير اكل ومن غير نوم، يخش في اليوم الواحد يشيل 20 عماره يطلع الناس من تحتها، وما بياكلش وما بيشربش وما بينامش. وانت تقول لي النيكوتين هيقلل الانتاجيه؟ انتاجيه ايه يا عم؟ اللي انت بتعمل ايه؟ حضرتك بتعمل ايه يا باشا؟ بعد اذنك تعال لنفسك سكه، وقول انا سايب الطاره دلوقتي مريح شويه من موضوع السواقه، تعال لنفسك سكه، ما تشتغلش نفسك. فانت مبطل، انت مش عارف تبطل السيجاره ليه؟ انت مش عارف تبطل السيجاره ليه؟ انت مش ماسك الدركسيون، مفيش سبب تاني في الدنيا. انت ما بتنزلش تصلي الفجر ليه؟ انا بقول لك وبقول لنفسي ما بننزلش نصلي الفجر ليه؟ ايه مشكلتنا يعني؟ انت مش كفايه انك بتنام شبعان؟ انت مش كفايه انك بتنام؟ مش كفايه انك بتنام؟ مش كفايه ان عندك سرير؟ ما بتقومش تصلي الفجر ليه؟ طب هي العلاقه هتيجي ازاي من غير ما تصحى الصبح كده تروح لربنا تصلي ركعتين الفجر على الريق يظبطوا لك الترموستات بتاع اليوم؟ العلاقه هتيجي ازاي غير كده؟ يعني انت امتى هتعمل العلاقه؟ يعني امتى هتعمل العلاقه اللي انا بقول لك بقى عليها؟ امتى هتحط الدنيا في حجمها الطبيعي؟ امتى هيبقى عندك مشكله؟ امتى هيبقى عندك مشكله تنزل تحلها في الجامع؟ سمعت عن دي قبل كده؟ انا بقول لك والله، بقول لنفسي تاني برضه، امتى هيبقى عندنا مشكله نقوم نازلين نحلها في الجامع؟ تنزل تصلي الركعتين التمام، بس الركعتين التمام تقوم مسلم تطلع من الجامع، يا المشكله اتحلت يا انت ما بقتش شايفها مشكله. وهو ده بقى النوع اللي احنا اصلا احنا مش عايشين ولا شايفين ولا دريانين بيه، احنا مش دريانين ان ده احد انواع الحلول، ان انت يا تخرج تلاقي ربنا فعلا حلها لك، يا تلاقيها ما بقتش مشكله، الركعتين حطوها لك في حجمها الطبيعي، انت ما بقتش حاسس بالمشكله. هو انت فاكر ان البشر اللي هناك دول مش بشر زيه وزيك؟ يعني الناس اللي بيموت اهله كلهم وبيقول الحمد لله، في حين ان انت عامل اضراب عن الحياه عشان مش عارف تتجوز البنت اللي انت بتحبها. يعني انا مش بتفه منك، انا بتفه منك وبتفه من البنت اللي انت بتحبها. يعني هل حضرتك تدري ان في دكتور
شغال في مستشفته، بيصحى الصبح يلاقي مراته اللي هو بيحبها وعياله اللي هم بيحبوهم، هي مش البيت اللي هو بيحبها بقى، ده اتجوزها خلاص وخلف منها وبقى مراته اللي بيحبها وعياله اللي بيحبوهم وابوه وامه اللي بيحبوهم وعيلته كلها اللي بيحبوهم، كلهم ماتوا وواقف في المستشفى يا باشا سندال بيحل. ده ازاي؟ هو مش انسان زيه زيك؟ هو انسان زيه زيك. عارف الفرق ايه؟ الفرق ان الحياة عنده في حجم غير حجم الحياة عندي وعندك. هو ده الفرق اللي بيننا وبينه، هو ده الفرق.